سيادنا السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ودائما نشوفكم في احسن الاحوال. فيديو جديد، وصفه جديده. اليوم سيادنا الوصفه نتاعت اليوم في شكال وصفه مجيده. يقدر نقول لكم اليوم سيادنا بنا نديروا الخليع مع البانكيك ولا البانكيك بالخليع. المهم واحد الوصفه اللي هي زوينه. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وانكم تجربوها لانها بنينه بزاف. تبعوا الفيديو باش تشوفوا الطريقه والمقادير ديال الخليع مع البانكيك. ونبداو سيدنا مع المقادير ديال البانكيك. نقولوا بسم الله. بخصنا 125 غرام تاع الحليب، 120 غرام تاع الدقيق، عندي هنا خماره الحلوى، ملحه، بزار والمعدنوس يابس. هنا 25 غرام نتاع ليدام نتاع الخليع. بلاصه الزبده درت ليدام الخليع وزدت عليه واحد شويه ديال زيت العود. غنحتاجو بيضه و25 غرام تاع السكر، وعندنا هنا مطيشه المجفه اللي هي ساندري طوميطو، وهنا الخليع تقريبا هنا واحد 30 غرام الخليع، وهاد ساندري طوميطو تقريبا جوج الحبات. بالنسبه لهاد الكميه هادي ديال واحد يقدر ياكلها حتى جوج الناس. بغيتي دير كتر ما عليك يدوبل المقادير. متفقين؟ يلا سيادنا نتوكلوا على الله ونقولوا بسم الله. اول حاجه غادي نبداو بها هي نديروا البيضه ديالتنا، وغنزيدوا عليها سنيده، وغادي نحركوهم مزيان طيدوا بهذاك السكر. ودابا منين داب معنا السكر غادي نزيدوا الحليب ونحركو مزيان. ومورا فاش ننتجموا هاد العناصر هادو غادي نزيدوا ليدام تاع الخليع مع شويه ديال الزيت العود. نديروه حتى هو. هاد ليدام هذا تنعزل داك ليدام تيجي مع الخليع، تنحيدو تنخليه بوحدو، تنصفيه على طريفه اللحم وتنعزلو بوحدو في بواطه. وبالنسبه للخليع تنديرو انا في الفريكو باش يبقى ليا ديما مزيان ما يخسر لياش. ونعاودو نخلطوه هكا. وكما كتشوفوا دابا غادي نزيدو الدقيق تاعنا، وغادي نزيدو القامه اللي فيها الخماره والبزار ملحه والمعدنوس، ونعاودو نحركو بشوي. ومن بعد ما خلطنا هاد المكونات غادي نزيدو هاد المطشه المجفه اللي هي ساندري طوميطو، ونديرو هاد القطيعات الخليع. ها هو الخليع انا قطعته هكا صغيور، قطعته بالمقص، وغادي نزيدوه بشويه ونخلطو كلشي مع بعضياتهم. هي الريحه من دابا طالعه الريحه نتاع الخليع باقي كاع ما طاب. كما كتشوفوا الخليط تيجي هكا على هاد القوام هذا. غنخليوه يرتاح تقريبا واحد 15 حتى 20 دقيقه باش نبداو نطيبو فيهم. وكما كتشوفوا ها هو الخليط ديالنا وجد. غنخليوه يرتاح تقريبا واحد 15 20 دقيقه باش نبداو نطيبو فيه. خليكم معنا ونقولوا بسم الله، ونديروا واحد قشره زيت العود، ونهزو شويه من البانكيك ديالنا ونديروه هنايا. كما كتشوفوا دابا نقولوا بسم الله ونقلبوها. وكما كتشوفوا دابا ها هي اول وحده، ونعاودوا نديروا واحد شويه زيت العود، ونبقاو غاديين تنساليو الحشوه ديالتنا كلها، ولا نساليو العجينه ديالتنا كلها ونرجعوا لكم. كما كتشوفوا اخر وحده. ودابا غادي نكونوا سالينا اخر وحده، ونتوما حتى هذا خوتها تبرد. صحابكم واش غادي نديروا عاد ثاني البانكيك بالخليع وبغينا نوقفوا؟ لا سيدي، اجيو معايا تشوفوا عاد اش بندير فيهم. عندي الفرماج
كي ديما عندي الجرجير وعندي هاد النوع هذا واحد النوع نتاع كاشرة اللحم تيكون بحال هكا. يمكن لك تاكلو هكا، يمكن لك تعاود طيبو. انا غادي نعاود نطيبو. وشوفوا معنا سيادنا هاد البانكيك هذا فين بغينا نعاودو نردوه، بغينا نعاودو نديرو واحد البلاصه اخرى عاوتاني. خليكم معايا. دابا نقولوا بسم الله ونحطوه في المقله تاعتنا. كما كتشوفوا نعاودو نقلبوه. تقريبا تحتاج واحد 3 دقائق ولا جا ولا 2 دقائق، تيغسلق بزاف كاع. كما كتشوفوا ها هو وجد. غنحيدوه من العافيه. دابا اش بغينا نديرو؟ غناخدو وحيده نديرو فيها شويه الفرماج بحال هكا، نحطوها هنا. نزيدو واحده اخرى ندهنوها حتى هي بالفرماج ونحطوها حداها على هذا الشكل هذا. كما كتشوف غادي ناخدو واحد البيضه اومليت نديروها في الوسط على هذا الشكل هذا. ودابا هاد البيضه سيدي غادي ناخدو هذا ديالنا نديرو ليه بحال هكا، نجيبو الاخر نحطوه حتى هو بحال هكا. هذا انت شويه ديال الجرجير من الفوق بحال هكا. وحنا درنا احسن بانكيك في العالم. ودابا سيادنا نقدر نقول لكم سالينا البانكيك نتاعنا بالخلاع. البانكيك تيولي بحال هكا، تنحولوه من هكا لهكا. يمكن لك دير الابداعات ديالك في الدار، تحلقي على الطبيصيل ديالك. وبهذا غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى ان هذه الوصفه تعجبكم، ونشوفكم في فيديو جديد، وصفه جديده. تهلاو في راسكم.